اهلا وسهلا بكم. زي ما وعدتكم المره اللي فاتت لما كنا في محل راز الحلقه السابقه، اللي سمحي واللي ما سمحش يروح يسمحي. هنعمل مقارنه ان شاء الله النهارده ما بين الاسعار في محل راز وما بين المول اللي احنا جينا هنا موجود عندنا بتكساس بمدينه اوستن في سيدر بارك. ان شاء الله الحلقه تعجبكم. اللي ما عملش لايك وشير يعمل لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه، واللي ما تابعنيش على الفيسبوك يعمل متابعي. ودلوقتي هنتوجه ونشوف الموديلات والاسعار والماركات، ونشوف كل حاجه ان شاء الله نشوفها في المول مع بعض، وانتم بنفسكم تحكموا وتشوفوا الاختلاف ما بين راز وما بين المول. يلا بيني نبدا حلقتنا على بركه الله. طبعا اول ما تخش المول هتلاقي الخريطه قدامك دايركتلي دي، تمام؟ فيها كل حاجه في المول موجوده عشان تعرف يعني تتحرك براحتك، واسامي المطاعم والمحلات والموديلات والماركات، كل حاجه موجوده هنا. ودلوقتي ان شاء الله هنخش مع بعض ديلرز، هنشوفوا فيه كل حاجه موجوده فيه، يعني ملابس، احذيه، كل حاجه مشهور جدا بامريكا. اصناف كل التنوعات اللي تحبها قلبكم، عشان اخواتي على اليوتيوب واخواتي قالوا لي صراحه حاجات حلوه انت عرضتها لنا في راس. كمان هنا في المول هوريكم حاجات كلها دي شنط، كلها شنط جميع الاشكال والالوان وكل شيء. هنشوف الاسعار زي ما انتم شايفين. اللون الفضي مع اسود صراحه رهيب. كم سعره؟ $425. يا بلاش يا ابو العيال، هات لك شيء. لا صراحه انا ما فيش ابو العيال هات لك شيء، دي نقولها في راس بس ما نقولها شيء. عندنا هنا برضو مايكل كورس، شايفين ماركته طبعا غني عن التعريف. كم سعره؟ $258. والله ما غالي قوي يا عم، ما غاليش قوي يا عم مايكل كورس. والله غالي. الناس اللي استغرت السعر ولا حاجه هنستنوها في رازه. 258 دي هتجينا في رازه ب20 ب30. هتجينا ما تقلقيش. خمسة وخميس اعمل يعني الحسود. والله حلوه الشنطه دي على هيئه عين، شايفين؟ يا عم الجمال. كم سعر هي؟ $140. دي برضو على هيئه برج ايفل. $128 برج ايفل اهو. شفتوا طبعا الشنط صراحه حاجه تحفه ومش غاليه قوي، يعني الشنطه ب $250 $350 الشنطه الواحده عادي يعني. بس هيجونا راس كده احنا نستنوهم في راس احسن. يلا نشوفوا حاجه تاني. طبعا ماركة جوردن غنية عن التعريف، $130. لا بس ده صراحة مش شفتوش في راس ابدا صراحة، يمكن غير مرة. ده على كم؟ $175. حذاء عندنا نايك اهو، جميل صراحة. كم سعرك؟ $165 اهو من الداخل. الوحش النايكي دي، شايفين؟ وحش صراحة. كم سعره دي؟ $170. عندنا هنا تيشيرتات نايكي برضه زي ما انتم شايفين. كم سعره دي؟ ده $30. عندنا كل الالوان تبع نايكي. ودلوقتي طالعين على مكان تاني. ان شاء الله الحلقه تعجبكم. اللي ما عملش لايك وشير يعمل لايك وشير عشان الفايده تعم للغير، وما تنساش لايك للفيديو. تعالوا نشوفوا بعض الاحذيه موجوده هنا نسائي في ديلرز. يلا. $79 نفسه شفته هناك. بتشوفوا سعره كان هناك كام وقارنه زي ما انتم شايفين. دي احذيه. كم الحذاء دي؟ $129. حذاء دي $119. احنا شفناش ميات خالص هناك. كلمة ميات دي ممنوع علينا هناك. $119. هتجينا فراز هناخدوكوا $20 بس عاد صبر، مش مستعجلين احنا عليك جول. الحذاء الذهبي بتاع كريستيانو ده ولا ايه؟ تعال نشوف سعره كام. $139. حلو والله. يلا بينا نشوف حاجتين. وهندخل دلوقتي محل مايسيز نشوف فيه كل الاسعار. يلا بينا نشوف ايه الدنيا جوا في المكان ده. طبعا كل الحاجات اللي عرضها لكم هنا كلها ماركات،
تعالوا نشوف الماركات ونشوف اسعارها، احذية وملابس وكل حاجة داخل ميسيز. يلا بينا. سيسي ادمز، كليفن كلاين، بوستونيات، كل دي ماركات نشوفها مع بعض. الحذاء ده كم سعره؟ 59 دولار. كليفن كلاين ايوه 150 دولار. ستيسي ادمز الجزمة دي كم سعرها؟ 135 دولار. برضو الحذاء ده عجبني صراحة، ايه رايكم فيه؟ جميل جميل جميل. حذاء ده ينفع معي للشغل، البس الشغل ده يا اولاد. كم سعره؟ 90 دولار. وفي البلاك فرايداي معروض بكم 19 دولار 99 سنت، يعني 20 دولار دي في البلاك فرايداي. وده نفس النظام اهو في البلاك فرايداي 30 دولار. انتوا شايفين الاطقم الموجودة. تعالوا نشوف الجواكت، هتلاقوا جواكت هنا خرافة وتحفة صراحة، بس اسعارها غالية جدا. بس حاجة حلوة بيعملوها الامريكان مع يشتروا الحاجات دي في البلاك فرايداي، بيبقى عليها تخفيضات رهيبة واسعار رهيبة. تعالوا نشوفهم مع بعضينا. البلاك فرايداي الجواكت اللي قدامكم شايفين هذي ما تتباع ب 80 دولار يعتبر. طب هو سعره الحقيقي كم او سعره الاساسي كم؟ تعال نشوف سعره الاساسي كم. ده مايكل كورس طبعا معروف يعني ماركة، 225 دولار. كم سعره دي؟ 225 دولار. الجاكيت دي ده ماركة برضو ليفز 250 دولار. كم سعره؟ 225 دولار. كلها جواكت يا جماعة. ده حلو عجبني جدا جدا جميل. كم سعره؟ 85 دولار. ده ب70 دولار. ده الطلن دي اها. وده برضه سعره زي ما انتم شايفين اهو، ده سعره 70 دولار بس انا عاملين عليه تخفيض 35 دولار. ده ماركة طبعا ليفز، حاجة فاخر من الآخر. يجي علي حاجة محترمة. تعال نشوف أساسيات المنزل، السراير والمراتب الماترس والحاجات الحلوة دي. يلا بينا نشوفوها. طبعا هنا حديد واعر قوي قوي يا أولاد، حديد شديد. هنا هنشوف المواعين والصحن والطبقة والحلل وغرف النوم. مرد غاني. يلا بينا نشوف. ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الفايدة تعم للغير. عندك دي حاجة تقيلة كده وموزونة يعني. هنا برضو كل واحد 2 3 4. كم الأربعة دول؟ 300 دولار الليلة اللي انت شايفها دي. وفي ليلة تانية هنا برضو مجموعة دي كل تعمل كام اجمد 500 دولار. سيبنا من الحلل والكلام الفاضي دي. تعالوا نشوف الحياة المرتاحة دي، الكاوتش والكنب والانتريات الحلوة دي. تعالوا يلا. 3579 دولار بس يستاهل صراحة يعني، مرتاح يعني. عود عليه اجربه واشوفه. لا مش بس تدفع 3000، ده انا ادفع 5000 مبين عليه انا مرتاح. مش هقلع الشنطة لان هو اصلا ريحني من غير ما ارتاح يعني. برضو عندنا دي طقم دي الصلاة على النبي صراحة رائع رائع رائع. خش على السعر 2179 دولار تمام. اها بس هي مفتخرة يعني. اجربه برضه، لازم اجربه واشوف. عايزين كوباية شاي زينا والله. مرتاحة القعدة دي، قاعدة مرتاحة صح. تستاهل يعني ال 4000 دولار والله يستاهل يا جماعة. نظيف حاجة يعني ايه، حاجة مرتاحة. انا عايز اقعد هنا ما امشيش. تعال نشوف حاجة تانية. لا كم دي برضه ده مرتاح. ده سعره ب 1100 1200 يا باشا. 1200 دولار الكرسي دي. مالية كرسي شجرة الدر ولا ايه؟ والله لا اشوفك يا اخي. تشوف ابو 1200 دي 1200 دولار يعني. كلها تقعد كم مرة في اليوم. المشكلة ان انت مش تقعد هنا في امريكا كل يومك ما يعدي في الشغل زي ما انتم ما تشوفوني. انا يومي كله ما يبقى في الشغل يعني. يوم ما اجي البيت ما اجي الساعة 8 9 اجي انام بس كرسي ده دافع فيها 1200 ما اقعدش عليها. على اليمين اقعد، ده انا بجيها من الشغل واقعد عليه. ده ب 1200 دولار يا عم. بس يستاهل.
شوفوا ده يعمل كام يا عم، ده يعمل كام. فين سعرك يا ريس؟ ده مع حاجات تانية شكله. ايه ده مجموعة مع بعض، ومعاها الاباجورة دي. كام الليلة دي يعني؟ 5200 5200. صراحة النبوية قال 20% اوف. والله اوف يا كلكم. المخدة دي ب20، مخدة وحديها، بس انا هاخد المخدة بس. الله عليك سرير يا ولد، سرير مرتاح. كم ده؟ 3200 السرير اللي انتم شايفينه ده. No thank you, I'm a YouTuber. Thank you. بقول لي عايز مساعدة، قلت له شكرا. ده عندك ب 2199 بس حلو دي، شكله ديزاين جميل والله. شايفين؟ وده على كم؟ 2000 يعتبر. اشوف. يا سلام عليك، نومة مرتاحة اليوم. $2000 المرتبة دي، حلوة تستاهل. المترس دي يعني بالانجليزي مترس، بس هي اسمها مرتبة. المترس دي برضه ب 1699. 1700. شفتوا الدنيا حلوة مرة، والله حلوة مرة يا عم، ما يحتاج شوف حاجة تانية. اخونا توماس اللي شفتوه على اللايف على الفيسبوك موجود اهو، بيبيع حاجات خاصة بالكريسماس، وانا تعرفت عليه من فلسطين. هو حبيب البلاد المتابعين، اهلا وسهلا فيكم. والعمدة تبع تكساس صراحة فرجانا شغل منيح اليوم. واللي يجي المول ساعة بنراكب فيه، واللي يجي المول هنا في أوستن لازم يزوره ويشتري منه. ما تقصروش معه. احنا بنبيع خشب زيتون من الله بيت يخليك. لحم. وانا هوريكم الحياة اللي هو اياه ما يبيعها. اهلا وسهلا بالجميع، شرف فرصة ليك يا سعيدة، توماس. واللي بده يجي احنا موجود. ممكن؟ حياك الله. أكيد. زي ما قلت لكم اهو اخونا توماس بيبيع الحياة دي من فلسطين هو، عشان الكريسماس، حياة خاصة بالسيد المسيح زي ما انتم شايفين. كل حاجات خشبية بس حاجات روعة صراحة يعني. طبعا المول ده انا اللي ما يعرفش، انا اشتغلت فيه فترة كبيرة لما كنت شغال مع ألد يونيفرسال شركة سكيورتي، اشتغلت فيه حوالي سنة ونص، يعني عارف مداخله ومخارجه وعارف كل حاجة فيه. بس والله صراحة يعني مش هكذب عليكم، في حاجات هنا اسعارها مبالغ فيها او اسعارها غالية، بس هي المولات زي كده يعني، بس حاجات محترمة بس غالية شوي. صراحة حسيت بالجوع، اكل لي لقمة هني واكمل الفيديو. عشان بس اللي سألني، الأكل حلال يا جماعة، حلال حلال. الأكل ما كانش حلال أنا ما أكلهوش الحمد لله، بس حبيت أوريكم بس المكان كده عشان تعرفوا يعني. يلا نشوفوا حاجة تانية. هنروح دلوقتي محل بينك، طبعا بينك ده ماركة يعني مو معروف، نشوف الحاجات اللي فيه. $34 شيرت برضه، طبعا ده كله نسائي. بينك عندي التيشيرت دي سعره $39 $59 $99 $29 $29. على السريع خلصنا بنك، يلا نشوفوا محل تاني او نشوفوا مكان تاني. هالستر طبعا ماركة معروفة هنا في امريكا وفي العالم كله. راح في هوديات رهيبة هنا يعني، فعلا يعني روعة. الامريكان معيش يشرفونه من ماركة الهولستر. شايفين $54. كم سعره؟ $54. عندنا ده برضو $54. نوعية ثانية أو لون ثاني. عندنا هنا برضو $54. الجاكيت ده برضو صلى على النبي، حاجة حلوة، حاجة سوفت خالص يعني، ناعم. شايف الريش نعام. كم سعره دي؟ $150.
تعالوا نشوف حاجات الشباب اللي معتروها هني من زوميز، هتلاقوها حاجات حلوة ومجنونة وفيها حاجات كده تشدك يعني. حياة الجماعة المعفرتين دول يحبوا المناظر والحاجات دي، حتى في بلكوناتهم تلاقيها غريبة ورسومات غريبة وحاجات غريبة. الشباب يعني يحبوا الحاجات اللي زي كده، زي كده رسومات وحاجات عليك من زوميز. أحذية برضو الشباب هنا بيحبوا الحاجات اللي زي كده. 65 دولار، سعره 65 دولار. حياة الشباب اللي أنا قلت لكم عليها دي بكام؟ 97. كل الأنواع والأصناف والأشكال، وهنا ويشتروا الحاجات دي تشدهم يعني لو تاخدهم إلى عالم السمسم. كم دي؟ 74 دولار. حلو الهودي دي. باجي عندهم الحاجات دي برضه. فزوميز في حاجات حلوة بس حاجات مجنونة للشباب يعني، بس حاجات غالية عشان عارفين الشباب هيشتريها برضه. تعالوا نروح مكان تاني برضه، محل تاني هنا دخلته في أحذية وكده اسمه فينيش لاين. تعالوا نشوفه. عندك نايكي تعالى كام؟ 160 دولار نايكي. عندنا دي 160 دولار نايكي. عندنا كلها دي، كل ذا نايكي 160 الحذاء الواحد. هنا عندنا برضه نايكي دي 115 دولار، 100 دولار 90. كابات نايكي برضه هيك 26 دولار. احنا هناك لقيناها بكم ب 14 يعني فيها 12 دولار. ده نايكي دي شربات النايكي. تعال عشان تشوفوا دي 28 دولار. حلو عليك 135 دولار. وعندك البنطلون بتاعه 115 دولار. البنطلون بتاعه يعني قلنا 115 و135 250 دولار. طبعا دخلت هنا الفساتين والمفساتين والدنيا الحلوه دي بتاع الحفلات والكلام ده يعني. قلت لكم حياة النساء انا ما فهمش فيها قوي، ما عليكم غير تتفرجوا وخلاص. تعالوا نشوف الفساتين كده الحلوه دي. فين الفستان دي؟ رائع. فساتين سهر يعني. I think هنا برضو كل التشكيلات. هلف لكم الكاميرا واتفرجوا. العصير والشاي وكده. فالمهم عجبني ده، انا دايما بجيبه من الجاي ستيشن بس لقيته هنا صراحه بيعملوه غير طبعا المعبأ اللي في المحلات. اسمه يا جماعه توتالي تي. طبعا انا دايما بجيبه من الجاي ستيشن بس مش نفس الطعم صراحه. هني حاجه تانية والله العظيم. اللي في الجاي ستيشن ده ولا حاجه، كلام فاضي. بس ده معمول قدامك على الماشين وانت شايف كل حاجه يعني، عشان كده طعمه اطيب. صحه وعافيه يا عمدي. طبعا انا حاولت انقل لكم الصوره على قد ما اقدر هنا من المول. انا عارف يعني صعب ان انا اعرض المكان كله او مثلا اعرض المول كله، بس انتوا بنفسكم شفتوا الاسعار وشفتوا الحاجات وتحكموا بنفسكم تشوفوا يعني. وانا عارف اغلبكم هيروح راس، واللي عايز يجيب من المول يجيب عادي، اللي معاه قرش ومحيره يجيب حمام ويطيره. احنا عرضنا لك الفكرتين وانت صاحب الاختيار. طبعا في حاجات كتير انا لسه والله ممكن اروح لها، بس بيني وبينكم يعني مش كانوا يومي مليان، عندي شغل كتير في البيت عايز اخلصه يا دوب يعني. صدقوا بيها يا جماعه والله العظيم ما احس ان انا يعني غايب عن العالم لما اطلع زي كده والله.
يعني شوفوا امريكا والدنيا اللي احنا فيها دي، بس كل ده احنا ما شايفينهوش، لان اغلب وقتنا ضايع على الشغل. وانا عارف كلكم زي كده، بس هنا يمكن اكتر وقتك كله رايح وقت الشغل. اليوم ده اسعدني اكثر ما انا مع بستلكم. انا غيرت يعني الحاله المزاجيه بتاعتي من الشغل وضغط الشغل الى نوع شوي ان انا اشوف الناس واشوف الدنيا كده وافصل عن نفسي. وكده انا خارج من المول على خير وسلام ان شاء الله. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، وزي ما قلت لكم اللي ما اشتركش في قناه عصام داش يشترك، واللي ما عملش متابعه على الفيسبوك يعمل متابعي، عشان ان شاء الله هنتابع معي كل جديد. والحلقات اللي جايه هتكون احسن واحسن، عندي حاجات ان شاء الله جديده هعملها لكم. وكده ايه هنختم الحلقه ونقول لكم سلام عليكم.